السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة وهدوء نفسي كده يا رب العالمين، احنا وانتوا المسلمين. النهارده بقى قبل اي حاجة خالص هننزل نحط اللايك قبل ما نتكلم في اي حاجة، عشان انتوا كلكم بتضحكوا عليا بتتفرجوا على الفيديو وما بتحطوش اللايك. حطوا اللايك، ولو الفيديو عجبكم اكتبوا تعليق واتركوا كذا مرة تعليقاتكم، انا بقراها مرة واتنين وتلاتة. ولو في حد بيقول حاجة انا بستفيد من تعليقاتكم كتير قوي. فقبل اي حاجة نحط اللايك، وقبل اي حاجة تاني نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونذكر الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. او نصلي على النبي في تعليق. النهارده طبعا انا اخر فيديو لحمدي وفاء، انا المفروض كنت عملت الفيديو ده امبارح بس كان عندي ظروف. الفيديو بتاع حمدي وفاء دوت كان جميل. يعني انا اول ما عرفت شفت ان حمدي وفاء منزلين فيديو، الاشعار بتاعهم وصل لي على طول اتفرجت عليه. بس انا اول ما اتفرجت على الفيديو اللي هو ده اللي هو بتاع لو هم لقوه هياخدوا ثروته زي ما بيقول، جزء من ثروته يعني. وان هم لو لقوه هي اللي هيلاقي حمدي اللي هيلاقي حمدي هياخد الثروة بتاعته. طيب دلوقتي انا في حاجة في دماغي، يعني انت دلوقتي معقولة ان حمدي هيقعد؟ طبعا والله العظيم يا جماعة، انا اول ما اتفرجت على الفيديو وابني قاعد جنبي قلت لهم على فكرة انا حاسة ان حمدي مستخبي في بتاع دوت، في بتاع المية ده اسمه ايه؟ اللي هو بتاع المية ده، أنا لسه كنت قلت لسه والله كنت فاكرة. اتحط فيه الميه ده خزان الميه. قلت لهم والله هو حمدي اكيد لا اما في خزان الميه، اكيد في خزان الميه. والله يا جماعه انا سبحان الله، انا حاجه جوايا قالت كده، لان هو اكيد مش هيستخبى في البيت كله، لان البيت كله اكيد هم هيدوروا فيه. طبعا ابتدت في وفاء الصغيره تدور، وبعدها بلال، وبعدها ندى، وكلهم بدأوا يدوروا على حمدي والله يا جماعه انا لما شفت يعني انا ما اعرفش. معقول هو بالمنطق؟ معقول حمدي ما يعرفش يعني؟ قصدي وفاء الكبيرة دورت برضو عليه ما لقيتوش. معقول حمدي مع العلم ان الخزان المية ده كان فيه ربع مية يعني، في عز التلج حمدي فضل مستخبي؟ لو هندي لكل عيل ربع ساعة بيدور فيهم، يعني ما شاء الله هم خمسة غير لا مش تم عشان نحسب يونس، يعني قعدوا ساعة يدوروا عليه. لو كل واحد فيهم ربع ساعة وكل واحد من الكبار ربع، يبقى قعد ساعة تقريبا ساعة. طيب معقول حمدي فضل قاعد ساعة في الخزان المية دوت؟ طبعا هو في اكسجين، يعني في خرم من الداخل، بس رجليه استحملت تقعد في المية التلج دي ساعة كاملة؟ انا ما اعرفش. انا استمتعت بالفيديو كل حاجة، والفيديو كان جميل وكل حاجة ولذيذ ومارح وكده. وهو حمدي انا كذا مره قلت انا مش برياكت على حمدي خالص، لان انا من فانزاته وبحب فيديوهاتهم. والله بيمثلوها، بيعملوها بجد هزار مقلب، انا بحب فيديوهاتهم. بس انا بتكلم ان هو معقول هو قعد ساعه في خزان الميه رجليه نصها مبلوله في الميه؟ احنا نقدر نحط رجلينا في التلج اللي احنا فيه؟ لان طبعا جو تركيا قريب جدا لجو مصر دلوقتي، يعني الجو هناك ساقع جدا. ف انا ما اعتقدش. انا اللي جه في بالي ساعتها والله اعلم طبعا ده مش اكيد، اللي جه في بالي ساعتها ان حمدي صورت، هم تصوروا وعملوا، وفي الاخر هو الحبه بتوعه وفي الاخر صورهم في الخزان، وده الفيديو عملوا الفيديو الله اعلم. زي كده مثلا 24 ساعه في السياره، 24 ساعه معرفش فين. طب معقول 24 ساعه في السياره يا جماعه؟ يعني مش هيخشوا حتى الحمام؟ يعني هتاكل وتشرب وكده وفي عز التلج، يعني وما تخشوش حتى الحمام؟ يعني برضو في حاجات كتير كده احنا بنعديها كفنزات كده، احنا بنعديها بمزاجنا، بس احنا عارفين الحقيقة. يعني احنا ما ننكرش ان الفيديو كان جميل واحنا بنستمتع بالفيديو، بس احنا انا ببقى حاسة ان في شوية فبركة. وحمدي كان شكله يضحك جدا لما دخل في خزان الميه. بس والله العظيم اول ما اتفرجت على الفيديو قلت والله، حتى ابني بيقول لي ماما انت عرفتي ازاي؟ قلت له والله يا ابني مش موضوع عرفت، هو اكيد البيت كله هيدور على اكتر حته، يعني ممكن إيه. بس سبحان الله انا عرفتها، والله عرفتها. فمعقول وفاء وهم ما عرفوش ان هو ممكن يكون مستخبي في خزان الميه، وبالذات ان خزان الميه كمان مش فوق السطح، ان هو على حوالين الفيلا؟
فلو شايفين كلامي صح والله يعني يا ريت تكتموني، لو تكتموني صح، تكتبوا لي. لو شايفين كلامي غلط برضو اكتبوا لي، انا برضو والله بحب اعرف لو انا غلط، يعني لو انا كلامي ما فيش فيه شيء من الصحة بحب برضو ان انا اعرف منكم. بس والله انا بقول لكم شعوري، انا بوصل لكم، ما عنديش اي تأكيدات بالكلام اللي بقوله، انا بوصل لكم بس احساسي باللي انا بقوله مش اكتر. ف تنسوش اللايك، تنسوش اللايك، تنسوش اللايك. فبرضو انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه، والله انتوا وحشتوني جدا. بس انا بزعل من الناس اللي بتتفرج، يعني الفيديو ما شاء الله بيجيب مشاهدات بس ما بيجيبش لايكات، طبعا بيجي عند حته معينه وما بيجيبش مشاهدات لان مبيبقاش اللايكات، لان يا جماعه والله اللايك بيرفع المشاهده، اللايك والكومنتات بترفع المشاهده. نفسي اعمل لكم حاجات اكتر من كده، نفسي اطور من نفسي معاكم، بس يعني انا طول ما هي الدنيا ماشيه واقفه معايا كده مش هعرف اطور من نفسي. لازم انتوا تساعدوني، طبعا ربنا ثم انتوا هتساعدوني بحته لايك، حتى اللايك يا جماعه بمناسبه راس السنه كل سنه وانتم طيبين. اللايك بقى فيه تدوس على اللايك هتلاقي حاجات كده طالعه لك كده غريبه، وانوار وحاجات غريبه طالعه لك، يعني عاملين نظام جديد كده حتى الكومنتات. فجرب كده معايا اللايك وجرب معايا الحاجات دي وشوف كده الانوار دي هتطلع لك ولا لا. واقول لكم مع السلامه، وفيديو برضه فيديو خفيف 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 مع عالم ايمي، ومع السلامه.